السلام عليكم خوت الحباب، داير لاباس عليكم بخير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو وابوني. شكرا لكم. مرحبا مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. استنفار كبير داخل وزارة الداخلية بعد اكتشاف ضيعات فلاحية تستخدم فضلات الدجاج للتسميد. قرار مغربي جديد يتسبب في رعب كبير بإسبانيا، ومطالب بمنع المغرب من تنفيذ القرار. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. كما لا تنسوا مشاهدينا مشاركتنا بأسماء بلدانكم ومدنكم في تعليق لنتعرف على أكثر البلدان متابعة لقناتنا. أثار استخدام فضلات الدجاج كسماد لأرض فلاحية موجة من القلق داخل وزارة الداخلية، حيث وجهت تعليمات عاجلة إلى عمال الأقاليم في مختلف الجهات لعقد اجتماعات مكثفة مع رجال السلطة المحليين بما في ذلك البشوات والقياد، وذلك بهدف التنسيق مع أعضاء المجالس الجماعية وممثلي المصالح الخارجية. يشمل ذلك المكاتب الجماعية والصحية والمديرية الإقليمية والجهوية للفلاحة والبيئة، بالإضافة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك من أجل معالجة المشاكل المرتبطة باستخدام هذا النوع من الأسمدة. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد عقدت عدة اجتماعات في مختلف الأقاليم لمناقشة الشكايات التي تلقتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية، والتي تتعلق بالأضرار الصحية الناجمة عن استخدام فضلات الدجاج في تسميد الأراضي الفلاحية. وتتعلق هذه الأضرار بشكل رئيسي بالروائح الكريهة التي تنبعث من الأماكن التي تستخدم وتخزن فيها هذه الفضلات. وتشير التقارير إلى أن الطلب على هذه المواد قد تزايد في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها، حيث يتم تسويقها في شكلها اليابس والمبلل. وأضافت المصادر أن الاجتماعات التي تم عقدها تركزت على إطلاق حملات تحسيسية تهدف إلى توعية وحدات إنتاج فضلات الدجاج والفلاحين الذين يستخدمون هذه المخلفات في التسميد. بالإضافة إلى ذلك تم التوافق على إجراءات خاصة بعمليات النقل الطرقي لهذه المواد من خلال حث السائقين على الالتزام بشروط النقل المناسبة. كما شددت الاجتماعات على ضرورة تقييد عمليات تسويق فضلات الدجاج في صيغتها اليابسة بدلا من المبللة، والتي تتسبب في أضرار صحية وبيئية كبيرة. وفي سياق متصل، كلف العمال والمسؤولين الترابيين وممثلي المصالح الخارجية بالتحقيق في التداعيات غير الظاهرة لاستخدام مخلفات الدجاج في التسميد وتأثيراتها على صحة السكان القريبين من المناطق التي يتم فيها استخدام هذه المواد. والهدف من هذا التحقيق هو حصر الأضرار والمخاطر المحتملة والتي قد تنجم عن استخدام هذا النوع من الأسمدة، والذي جرى استغلاله بشكل غير قانوني من قبل مربي الأغنام لأغراض العلف والتسمين خلال الفترة الماضية. وقد اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإضافة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي اتخذوا مجموعة من التدابير لضبط استخدام هذه المواد واحتواء المخاطر المرتبطة بها. وتزايدت رغبة الفلاحين في استخدام فضلات الدجاج والتي تعرف محليا بالبصقة في تسميد الأراضي المخصصة لإنتاج الخضر، إذ أن هذا الاتجاه أدى إلى رفع أنشطة المستثمرين في قطاع تربية الدواجن وإنتاج البيض الذين حققوا أرباحا كبيرة من خلال تصريف المخلفات الملوثة. ويفترض أن معالجة هذه المخلفات بيئيا كانت ستكلفهم نفقات كبيرة، لكن فترة التدخلات من السلطات المحلية ضد عمليات تحميل ونقل هذه المخلفات تأتي لاعتبارات صحية تتعلق بتأثير الروائح الكريهة. ويشار إلى أن فضلات الدجاج غنية بالنيتروجين والمغذيات الأخرى، مما يجعلها مادة مفيدة لميكروبات التربة، إذ تخلط هذه الفضلات عادة مع روث البقر والمواد الغنية بالكربون لتسريع عملية التحلل، بالإضافة إلى رش محلل عضوي على هذه المخلفات قبل استخدامها كسماد.
كما يمكن استخدام محفز نموي من البيض الفاسد يتم مزجه مع سكر غير مكرر وعصير الليمون لتصنيع نوع آخر من الأسمدة الفلاحية. أعربت إسبانيا عن اهتمامها البالغ والمخاوف المتزايدة حيال برنامج تلقيح السحب الذي أطلقه المغرب منذ نوفمبر من عام 2021، حيث أن هذا البرنامج يهدف إلى معالجة مشاكل نقص الأمطار وندرة المياه من خلال تعزيز السحب لزيادة هطول الأمطار. وقد أثار هذا القرار قلقا كبيرا لدى السلطات الإسبانية، خاصة في ضوء التشابه الكبير بين المناخ في البلدين وتأثير ذلك المحتمل على القطاع الفلاحي. وتتضمن المبادرات المغربية في هذا المجال حوالي 20 مشروعا مخصصا لزيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 15%. وعلى الرغم من الأهداف الإيجابية التي تسعى هذه المشاريع لتحقيقها، إلا أنها أثارت مخاوف جدية لدى إسبانيا بشأن العواقب المحتملة لهذه العمليات. وفي تقرير نشر بعنوان الآثار المحتملة لبرنامج المغرب لتحفيز الأمطار، أوضحت صحيفة واصل الإسبانية أن مدريد تتابع نتائج هذه المبادرات بدقة متناهية، ويشمل الاهتمام الإسباني دراسة السيناريوهات المحتملة التي قد تشمل أمطار غزيرة غير متوقعة، مما قد يؤدي إلى فيضانات غير قابلة للتحكم وتآكل التربة. وفي ظل هذه المخاوف تراقب إسبانيا عنكث التطورات المرتبطة بهذا البرنامج وتبحث في كيفية تأثيره على مناطقها الحدودية. وبحسب التقارير قد تؤدي عملية تلقيح السحب إلى تغييرات ملحوظة في الرطوبة النسبية للجو، وهو ما قد يتسبب في حدوث جفاف غير متوقع في بعض المناطق أو زيادة ملحوظة في هطول الأمطار في مناطق أخرى. ومن جهة أخرى قد يظهر تأثير البرنامج في شكل ظواهر مناخية متطرفة مثل العواصف الشديدة والأعاصير، مما يعزز من المخاوف المتعلقة بالاستقرار المناخي. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الهندسة الجيولوجية المناخية، حيث حذرت من أن هذه التقنية قد تتسبب في سلسلة من التفاعلات التي تشكل مخاطر كبيرة على الإنسان والمحيطات ودرجات الحرارة العالمية والتنوع البيولوجي. وفي هذا السياق أضاف التقرير أن الهندسة المناخية قد توالد مخاطر جديدة وتعزز المخاطر الحالية، مما يعزز من ضرورة التفكير في التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات. وفي ظل هذه التطورات يصبح من الضروري أن تبقى جميع الأطراف المعنية على دراية بالمخاطر والتحديات المرتبطة ببرنامج تلقيح السحب، وأن يتم تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تنشأ عن هذه المبادرات. وصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة، لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها، ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم.